welcome back. طبعًا عارف إن أنا لي فترة ساحت 5 أيام يعني، فقررت إني أعمل فيديو مختلف شوية عن محتوى ماينكرافت، واللي هو تيراريا، وأعرف إنك أنت لو مكملتش الفيديو ده أعرف إنك أنت عندك تعفن في الدماغ ولازم تروح تكشف بسرعة، فمش هاطول عليكم في المقدمة دي ويلا بينا على الفيديو يعني من غير ما أطول عليكم. أولًا هنعمل عالم عادي عملته medium وهنا اخترت الصعوبة expert medium هاسمي العالم اسم يعني غريب شوية اللي هو like يعني عشان تدوس like يعني ما تكتب يا عم. أوكي expert ونعمله corruption و create ونستنى العالم لحد ما يحمل. 2000 years later. فالعالم محمل أدينا ندخل العالم وزي ما انتم شايفين دي شخصيتي أو حد يشك دي شخصية انيوشا اللي في الأنمي يعني هادي والفين بوي. دخلت معنا واحد كده تبع العفشة شخصية جوجو وبدأت أجمع في الخشب عشان أول حاجة نبدأ بيها وبدأت عملت الكرافتنج وبعد كده رحت عملت دروع عشان حتى يبقى عندنا 3 ديفنس حتى 2 ديفنس يساعدونا في اللعب. وهنا بقى سبت الشخص محمد يبني في البيت وكنت هاخد قلوبي لأن قلوبي كانت 100 فقررت أنزل كهف وأول كهف نزلته لقيت فيه صندوق في التاني في التالت وهنا بدأت أحط شموع عشان أبدأ أخد في الكهوف. المهم فلقيت صندوق تاني هنا وخدت الحاجات اللي هنا ركبتها وأنا بدأت أستكشف في الكهف وأجمع في الموارد عشان أبدأ أعمل دروع أقوى وحاجات أقوى يعني وبدأت أجمع زي ما انتم شايفين يعني مش هتكلم كتير أصلا. أهلا بكم في حلقة جديدة وهنا طبعا أهم حاجة واللي معرفش دي اسمها اللي بترجعك تاني والكلام ده. المهم مش هطول عليكم فمت هنا اوكي فك وانا لقيت محمد بين البيت وبدأت احول الحتت الجولد دي جولد بار وبدأت احول الحديد ده لحديد وبس يعني بدأت عملت الأنفل هنا عشان أبدأ أعمل سيوف ودروع وأنا عملت بي أكس جولد عشان هيساعدني جدا في التهفير ونزلت هنا كهف في الأيس مش الأيس اللي في بالك الأيس اللي هو التلج يعني وهنا مت مرة وعايز أعرف إن الحرام لسه لحد دلوقتي شغال ليه. المهم مع إعلان النهاردة مع إعلان جامد جدا وهيفيدكم. الإعلان ده مع شخص اسمه توكس الراجل ده حرفيا من أكتر الناس اللي استفدت منهم فهتنساش تشترك في قناته تحت يعني. المهم ندخل على فيديو تاني فأنا بدأت أجمع المكان أنا ومحمد هنا عشان نبدأ أوكي عشان نبدأ نشوف أي أور هنا ولا أي صندوق. المهم بدأت أحفر ابن الحرام ده اللي كل مرة يموتني وللأسف موت محمد وموتني أنا كمان. فك وأنا بدأت أبني بيت لNPC لأن كنت محتاج NPC جدًا في البداية. وأنا بدأت أحط الbackground بتاعة البيت وأنا بدأت أقيس مقاس البيت عشان أبدأ أحدد اتجاهاته عشان أسوي البيت السطحية بتاعته يعني 28 في 28 وأنا بدأت نكتب في الزوم عشان نحصل على server يجمع شوية فلوس حتى رجوع الNPC نقدر نشتري منهم حاجات. بس وفي اللحظة دي أدركت إني نسيت المشترك. آه فك بس إن الحياة وتبًا لما يريده. المهم مش عارف أنا باقول إيه، باقول أي حاجة وخلاص يعني. يا ريت المنتج يعني يقص الحتة دي عشان تبقى فاهم إيه. مفيش كلام يندول بصراحة. المهم ده النتيجة النهائية بعد ما بنيت البيت الNPC. هو أنا مسويتش بيت NPC أوكي. المهم زي ما انتم شايفين ده النتيجة النهائية لكن كنت عامل الأوضة واحدة بس للNPC يعني. فك يا سلايم فك.
وهنا عملت صح، لقيت الأداة دي وعملت منها البتاع اللي تلف. بص شكلها كده ازاي. اوكي هقطعها. المهم بدأت من حل بالي للقتال، يعني الآيس كتولو طبعا وحش، هيبقى صعب جدا في الاكسبرت مش في الكلاسيك. فاللي بدأت أعمله إني أبني الحلبة عشان نقتل الآيس كتولو وناخد المعدن بتاعه عشان نعمل صف قوي يعني. المهم بدأت أبني في الحلبة برضو عشان هنحتاجه.